النهارده ان شاء الله يا بنات هنعمل مع بعض الكفته اللي زي القمر دي. بصوا، كفته زي اللي بتشتريها من عند الحاتي بالظبط، بتتبيله سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، كل حاجتها عندك في البيت. بصي زي اللي بتجيبيها من عند الحاتي، والطعم فظيع. وبصوا معاها رز بسمتي كمان بالكاري. بصوا الرز، بوريك الرز مفرفر ازاي، مش معجن يا ولاد. بصوا، اكلت انا معلقه يا ولاد. تعالوا نشوف مع بعض المقادير. معايا كيلو الا ربع لحمه مفروم على حسب الكميه اللي انت عايزاها، ومعايا بقدونس، معايا رشه كزبره، رشه بابريكا، معايا شويه زيت مش كتار، معايا ملح وفلفل، ومعايا معلقه قرفه خلي ليها ريحه جنان، ومعايا هنا معلقتين نشا، ده السر بقى، ومعايا هنا معلقه بيكنج باودر عشان تنفخها معاكي، ومعايا بياض بيضه ده السر التاني، ومعايا بصلتين مصفيه الميه بتاعتهم، دي الميه بتاعتهم بس مش هحتاجها دلوقتي. بصوا يا بنات، هجيب كل حاجه الاول، كل اللي انتوا شايفينه ده هحطه على اللحمه. هنزل اول حاجه بالبقدونس، هنزل بالبقدونس، وبعد كده هنزل بكل الحاجات دي كلها. وده معايا معلقه البيكنج باودر عشان تنفخها، خليها هشه كده. ومعايا هنا بياض البيض، بياض البيض، وهنزل على البياض البيض بالقرفه عشان ما يبقاش ليه ريحه وكده، وعامه البياض ملوش ريحه، الصفار اللي له ريحه. وبعد كده معلقه بابريكا، معلقه كزبره صغيره، رشه كزبره يعني عشان تديها طعم، وهنا ملح وفلفل، وشويه زيت صغيرين. هي معروف ان اللحمه بتنزل ميه، فبلاش تكتري فيها السوائل، عشان كده انا مصفيه البصل. ودي شويه زيت حبه صغيرين خالص يعني، بصي يعني حاجه لا تذكر. وهتقلبي كل ده مع بعضه يا بنات. بصي هتقلبيه كله مع بعضه. وده البصل انا مصفيه الميه بتاعته، يبقى بصلتين مصفيه الميه بتاعتهم. بصي، وهتقلبيهم كلهم مع بعضهم لحد ما تدي معاكي اللحمه الشكل الخيوط كده، يعني اما تيجي تشديها تحسي ان هي شبه الخيط. هو ده الملمس بتاعها اللي بيخليها منفوخه وطريه معاكي لما بتطلع من البوتاجاز، او تعمليها على الشوايه على حسب، انا دخلتها الفرن. بصوا، بتفضلي تقلبيها لحد ما تاخد الشكل اللي هو اللي شبه الفتله كده. انا هوريها لكم دلوقتي. بصي، همسكها لك كمان بايدي واوريها لك. بصوا يا بنات، تحسي ان هي فيها شبه الخيوط كده، هو ده الملمس اللي انا عايزاه. بصي شبه الخيطه. بعد كده ميه البصل اللي انا قلت لك عليها، بتضربي عليها طماطمايه وتحطيها مع شويه ملح وفلفل، وده زيت عشان تحطي فيه العصيان بتاعت الكفته. يبقى ميه البصل هتكوني ضاربه عليها طماطميه في الخلاط وشويه ملح وفلفل، ولازم تدهني العصيان دي زيت عشان اما تيجي تطلعي الكفته ما تبقاش لازقه، يعني تطلع معاكي بسهوله. خلي بالك من التركات دي. بصي، ودلوقتي انا هلفها، وبعد ما اخلصها خالص باخد ميه البصل بالطماطم واروح دهناها، بتديكي ريحه جميله. جربوها بالطريقه دي يا بنات، ان شاء الله هتعجبكم. بصي بتلفي، بعد كده بتمسكي ميه البصل بالطماطميه اللي عليها ملح وفلفل وتدهنيها، وتحطي في الصاج بتاعك او الصينيه على حسب ما انت هتحطي في ايه. فانا عشان وقت الفيديو ما يطولش، انا هكمل بقيه الصاج اللي هدخله الفرن يا بنات، وبعد كده اوريهولك بعد ما اخلص الصاج عشان وقت الفيديو. بصوا انا كده خلصت، عملت كله. بصوا شكلها تحفه ولسه ما طلعتش من الفرن. الميه بقى اللي بعد ما بتخلصوا يا بنات، دي بقيت ميه البصل، بتحطيها في البلاستيكه اللي انت كنت بتعجني فيها اللحمه، وتاخدي الميه بتاعتها وتنزلي عليها عشان تديها طعم البصل بالتوابل، بتخلي ريحتها فظيعه بصراحه. وبعد كده بتجيبي شويه ورق لورا وتحطيها عليها. ده بقى بصي خلوا الجيران يقولولك انتي بتعملي ايه النهارده من كتر الريحه اللي طالعه. بصي ورق اللورا بيخلي ليها ريحه فظيعه. وبعد كده بتدخليها الفرن. ودلوقتي انا هسيبها في الفرن ونعمل مع بعض الرز بالكاري. معايا هنا فلفل اخضر، ومعايا بصلايه، ومعايا تومه صغيره، فص توم، ومعايا كاري، ومعايا كمون وملح وفلفل وبابريكا،
ومعايا كوبايتين رز. طبعا مقدار الرز ده على حسب ما انت عايزه، يرجع لك انت، كل واحد ومقداره في الرز مش مقداره في حاجه تانية. وهنا حطيت الزيت على النار يا بنات يسخن، وبعد كده هنزل بالبصلايه وفص الثوم الصغير. مش عايزه تحطي توم ما تحطيش، دي حاجه ترجع لك برضه. وبعد ما البصل بالثوم بينزل بروح نازله عليه بالبهارات، كمون وملح وفلفل وبابريكا. وما تحاوليش تحطي بهارات كتير لان الكاري فيه بهارات، وما تحاوليش برضو تحطي ملح كتير لان الكاري برضو فيه ملح، يعني قللي البهار بتاعك عشان الكاري فيه. وبعد كده هنزل بالفلفل الاخضر، اسيبه يتشوح مع البصله وفص الثوم. انا بقول فص ثوم، خلي بالكوا يعني، وممكن تستغني عنه لو مش بتحبيه، بس بيديله طعم رائع بصراحه. بعد ما يتشوح هروح نازله عليه بكوبايتين الميه. انا عامله هنا كوبايه ونص رز، هنزل عليهم بكوبايتين ميه لان الرز البسمتي بيحتاج ميه، يعني لو مقدار كوبايه ونص خليهم كوبايتين عشان يطلع معاكي مظبوط، لان هو بيحتاج ميه. بصوا كده انا بشوحها بنات، هي خلاص كده قربت تخلص، وتكوني محضره مقدار الميه بتاع الرز بتاعك، وتسيبيهم يغلوا على النار شويه، وبعد كده تنزلي بالرز. هنا هنزل بكوبايتين ميه لان انا كان معايا كوبايه ونص رز، والرز البسمتي قلت بياخد ميه، فيبقى كوبايتين ميه. خلي بالك من الحكايات دي عشان ما يطلعش معاكي معجن. بصوا ادي الكوبايه التانية، وهغطيهم واسيبه يغلي، وبعد كده هروح نازله بالرز بتاعي، وده الكاري. يبقى على قد ما تقدري البهارات ما تبقاش كتير لان الكاري فيه بهارات ذات نفسه. وبعد كده بتغطيه شويه لحد ما الميه تغلي، وبعد ما الميه بتغلي بتروحي منزله الرز بتاعك. انا بقلبه اهو، بصي تقلبيه تمام، تروحي مغطياه وسايباه شويه لحد ما يغلي، وتروحي جايبه الرز. طبعا بتكوني غسلاه، واول ما يغلي تروحي نازله بالرز بتاعك. اللي كحت دي بنتي الصغيره يا بنات قاعده جنبي معلش على الصوت يعني. بصي انا نزلت بالرز اهو، وهتسيبيه مع بعضه يغلي وتعلي النار. اول ما تحسي ان الميه بتاعت الرز اتشربت تروحي موطيه درجه البوتاجاز على واحد، على اقل درجه عندك. بصوا بقى بعد ما طلعت الكفته بنات من الفرن مع الرز، وبالهنا والشفا على اللي يجربها.